سلام البنات ومرحبا بكم ان شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم طليت عليكم بتحلية توالم سهراتكم الرمضانية، والله تقدروا تسحروا بها خفيفة وباردة، سهلة التحضير بدون بيض ولا فرن، في دقائق وانتم مديرينها. ان شاء الله تجربوها. ما عليكم تشوفوا الفيديو للاخير، تبعوا كل المراحل اللي رايحة نديرها، وما تبخلوش عليا بجمال لا فيديو ورايكم في الكومنتير. وبلا ما نطول عليكم نروحوا نشوفوا كيفية التحضير. اولا البنات انا استعملت هذا البسكويت بوتي بور، نديرو في سنيوة تاعي، نديرو بالطبقة الاولى، ستف كامل البسكويت تاعي، ومن بعد نجيب كيس من الحليب ونسقي البسكويت تاعي نشربه بهذه الطريقة، ونزيد الطبقة الثانية من البسكويت نشربها أيضا بنفس الطريقة، نشربها بالحليب اللي بقى. شوفوا البنات هنايا أنا شربت البسكويت تاعي طبقتين بكيس كامل من الحليب، ما فضل لي والو منه، باه موراها ندير طبقة الفلان. هنايا البنات انا كملت البسكويت تاعي شربته كامل، دركا نروح ندير الطبقة الاولى تاع الفلان. في كاسرونة ندير نصف لتر من الحليب، عندي علبة فلان وزنها 50 غرام بذوق الشوكولا، عندي مغرفة كبيرة نشا تكون بومبي والله مايزينا، عندي مغرفة كبيرة سكر، انا درت السكر، كاين اللي ما يحبش السكر ما يضيفش، السكر اختياري، كاين اللي يحب الحلاوة بزاف وكاين اللي ما يحبش. انا خلطت كامل المكونات بارد في البارد، ونقعد نستمر في التحريك حتى يفيض لي الخليط ويولي لي عاقد وثقيل. بعد ما فاض لي الخليط دركا رايحة نزيد قليلا من ذوق الشوكولا، نخلط جيدا، نضيف الطبقة الثانية من الفلون شوكولا ونحطها تبرد في الثلاجة وباه تسماسك لي. نزيد ندير الطبقة الثانية. شوفوا البنات دركا رايحة ندير الطبقة الثالثة، عندي نصف لتر من الحليب، زيد ندير مغرفة كبيرة نشا تكون بومبي، نزيد نضيف مغرفة كبيرة سكر، نزيد نضيف علبة أيضا من الفلون فاني، زدت ضيفت قليلا من لاروم بذوق البنين اختياري، اللي ما عندوش عادي تقدروا ما تضيفوهش، انا كان متوفر لي. خلطت كامل المكونات بارد في بارد، ونحطها على نار متوسطة ونقعد نستمر في التحريك حتى يفيض لي الخليط ويولي لي ثقيل. شوفوا البنات لهنا بعد ما فاض لي الفلان، نجيب السنيوة تاعي من الثلاجة ونسكب بالطبقة الثالثة، ونزيد نحطها في الثلاجة تبرد مرة أخرى. درك نروح ندير الطبقة الأخيرة من الفواكه، عندي كمية من الفراولة وزوج حبات تفاح وزوج حبات برتقال. نولي نقطع الفراولة تاعي قطع صغيرة مربعات، نكمل كامل الفراولة نقطعها ونحطها في صحن، نزيد نقطع التفاح تاعي على شكل مربعات قطع صغيرة، نكمل كامل التفاح تاعي نقطعه ونحطه في صحن أيضا، نزيد نقطع البرتقال تاعي قطع صغيرة حتى نكمل كامل الفواكه. نولي نخلط الفواكه تاوعي ونروح نحضر الخليط اللي نديرو مع الفواكه. نحط الكاسرونة تاعي ونجيب كاس ونص من الماء، هذا الكاس الاول، نزيد ندير نصف كاس اخر، نزيد نضيف علبة من فلون بذوق الفراولة، نضيفها مع كاس ونصف من الماء اللي درته في الكاسرون، نضيف مغرفة ونص نشا تكون معمرة، أيضا نزيد مغرفة كبيرة من السكر، ونخلط كل شي مع بعضه بارد في بارد، ونضيف لاروم بذوق الفراولة باه يعطيني لون وذوق الفراولة. نخلط كل شي ونحطه على نار متوسطة باه يغلي لي الخليط ويثقل لي، ونتحصل على هذا اللون، لون الفراولة، ويكون ثقيل قليلا بهذا القوام. شوفوا البنات هنايا رايحة ندير الطبقة الأخيرة، جبت السنيوة تاعي من الثلاجة بعد ما بردت لي،
راني نضيف الفواكه تاوعي بعد ما قطعتهم. درك نستفهم فوق الفلون الفاني، نستفهم جيدا. من بعد البنات نروح نجيب الخليط تاعي اللي درته مع الاخر، نولي نزيد نضيفه فوق الفواكه كيما راكم تشاهدوا، ونخليه في الثلاجة يبرد جيدا. هذه هي وصفتنا تاع نهار اليوم، تحلية بالطبقات، الفلون والفواكه والبسكويت، جات متماسكة وبنينة. ان شاء الله تعجبكم وديروها في سهراتكم او تسحروا بها، خفيفة بنتها روعة. نتمنى تجربوها وما تنساوش بجيم لا فيديو ورايكم في الكومنتير ليصلكم كل جديد. خليكم على خير، إلى وصفة أخرى. سلام.